خواتاتي سلام الله عليكم. بدات مشكلة الحدود الجنوبية الشرقية بين المغرب والجزائر سنة 1963، أي بعد استقلال الجزائر بدعم من المغرب. بدات المشكلة من اللي بغات المغرب تسترجع أراضيها، منطقتي تندوف وبشار من الجزائر، بالإضافة لبعض الأراضي التابعة لموريتانيا. باشرت المغرب مطالبها، ولكن فرنسا ما دارت حتى رد فعل على هذه المطالب. وسنة 1957 اقترحت فرنسا على المغرب بدء المفاوضات بشكل ودي لإرجاع هذه المناطق للمغرب، وكان مقترح فرنسا هو استعادة السيطرة على مناطقه بشرط تأسيس المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية. هذه المنظمة من أجل الاستغلال المشترك للموارد المنجمية المكتشفة في الصحراء، إضافة إلى وقف دعم الثورة الجزائرية. أمر كان مرفوض من طرف الملك محمد الخامس، وأكد أن هذا المشكل الحدودي غادي يتحل مع السلطات الجزائرية بعد استقلالها، كيف شفنا في الفيديو السابق تقدر تشوفه من هنا. وقبل استقلال الجزائر بسنة وقع المغرب على اتفاق مع الرئيس الحكومة الجزائرية آنذاك فرحات عباس. هذا الاتفاق كيقول بأن المغرب والجزائر عندهم مشاكل حدودية، وكينص على ضرورة بدء المفاوضات لحله مباشرة بعد استقلال الجزائر. وبعد نجاح المقاومة الجزائرية المدعومة من المغرب في الاستقلال من فرنسا سنة 1962، أكد الرئيس الجزائري آنذاك أحمد بن بلة، اللي ما نكرش دعم المغرب ودوره الأساسي في تحرير الجزائر في المذكرات ديالو، أكد أن التراب الجزائري جزء لا يتجزأ، ورفض التنازل عن أي أرض رغم وجود اتفاق مسبق ليؤكد مقولة اتق شر من أحسنت إليه. وبدأت حرب إعلامية بين البلدين المغرب والجزائر، اللي كانت مدعومة من طرف الرئيس المصري جمال عبد الناصر، اللي كان كيعتبر الأنظمة الملكية أنظمة رجعية، وكان كيدعم كل الحركات الثورية. وأصدر حزب الاستقلال بيان في جريدته الرسمية جريدة العلم، بيان كيأكد فيه رفضه التام للحملة الإعلامية الجزائرية المصرية على المغرب، ونشر خريطة المغرب الكبير اللي كيمتد جنوبا حتى الحدود موريتانيا والسنغال، إضافة إلى ثلث الأراضي الجزائرية في الصحراء الشرقية وجزء من مالي. وفي أكتوبر من سنة 1963 هاجمت القوات الجزائرية على منطقة حاسي بيضاء هجوم أسقط 10 عناصر من الجيش المغربي، وحاولت المغرب ضبط النفس وأرسلت وفود رسمية للرئيس بن بلة، ولكن هذا الأخير غلق كل أبواب التفاوض ووجه فوهة المدافع اللي كانت عبارة عن دعم مغربي للجزائر وجهها نحو المغرب، في إعلان واضح أن الحل العسكري لا تراجع عنه بدعم من مصر وكوبا والاتحاد السوفيتي، بينما المغرب كان مدعوم من طرف فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. واصل الجيش الجزائري الاستفزازات بقتل الجنود مغاربة في الحدود، واستعرض الجيش الجزائري عضلاته في مدينة وجدة داخل الأراضي المغربية محاولة لتخويف النظام المغربي. لقى الملك الراحل الحسن الثاني راسه مضطر بعد استنفاذ كل سبل الحوار أنه يتدخل عسكريا، ونظرا لأن الحسن الثاني كان يعلم كل العلم أن الكلب اللي كينبح ما كيعضش، قرر أنه يرد على هذه الاستفزازات بحملة عسكرية دامت 3 أيام فقط، سحق فيها الجيش الجزائري وتوغل بسرعة قياسية خلاته على بعد كيلومترات قليلة من مدينة وهران، قبل ما يصدر الحسن الثاني أوامر للجنرال دريس بن عمر العلمي بالرجوع، لأن الحسن الثاني كانت رغبته هي أن الجزائر تعرف من هو الجيش المغربي، وأن المشكل سيتم حله على الطريقة السياسية وليست العسكرية. وهذا ما كان. أدرك الرئيس بن بلة والعقيد الهواري بومدين الورطة اللي طاحوا فيها مع الجيش المغربي، جيش كان يمتلك سلاح جوي وأحدث الأسلحة البرية، بينما الجزائر كانت لا تمتلك سوى ما جاد عليها المغرب به. ويومها صرخ الرئيس أحمد بن بلة صرخته الشهيرة حقرونا المراركة، وتسمات هذه الحرب حرب الرمال. وفي سنة 1964 تم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بوساطة من منظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية، وهذا هو سبب حقد الجنرالات الجزائريين على المغرب إلى حدود يومنا هذا، لأنهم كانوا ضمن الجيش الجزائري وعاشوا الحقرة اللي هدر عليها أحمد بن بلة. وفي الأخير وقبل إنهاء هذا الفيديو أسألكم الدعاء للجد بالرحمة والمغفرة ولكل أموات المسلمين. في أمان الله.